الشتاء هو الفصل المفضل بالنسبة لي طول السنة. الجو البارد والشجر اللي بيتساقط على الأرض والبيوت بيخلوني في حالة نفسية كويسة. المدينة اللي أنا عايش فيها كان جوها برد قوي، وده اللي كان بيوفر لي الحاجة اللي أنا بحبها. الأمطار والتلج اللي فيها كان سادة شوية عن باقي المدن. بقالي 3 سنين بشتغل سواق دليفري بعد الظهر، مع ان مهنة السواقة بتكون صعبة في الشتاء والوقت ده، وكمان كانوا بيجبروني ان انا اسوق بسرعة قليلة، وكان ده بيوفر لي مساحة طريق اسرع للطلبات، وده بيوفر لي وقت اسرع واكيد مكسب زيادة. ده غير ان الزباين بيدوني فلوس زيادة ليه عشان بسوق في وقت زي كده. اكتر وقت بيكون وحش فيه هو شهر ديسمبر، لان العواصف بتكون قوية. في ليلة ما قدرتش اسلم الطلبات بدري، ده لاني اتأخرت في الوظيفة اللي كنت بشتغلها الصبح. بدل ما اخلص الساعة 6 خلصت 8. فورا ركبت عربيتي ورحت للعنوان اللي المفروض اوصله الاوردر، وكان عدد العربيات على الطريق قليل جدا، وكانوا الاوردرين قريبين من بعض، ودفعولي فلوس كبيرة. ولغاية وانا رايح كان في كمية تلج كبيرة جدا، والرؤية كانت على الطريق ضعيفة، وكمان الطريق ما بقاش واضح. كنت فعلا بجاد عشان اعرف اخترق الطريق. عجل العربية كان بيتحرك بصعوبة. فجأة ظهر لي اوردر جديد على الموبايل، ومسكت الموبايل وبدأت افكر يا ترى اقبل ولا لأ، وفي الحال رفضت. وفجأة لقيت حاجة ضخمة قدامي شفتها على الطريق في آخر لحظة، ودوست فرامل بسرعة، لكن عجلات العربية اتخضت بالتلج، والعربية مكانتش عارفة تمشي. في الحال اتصلت بعربية الإنقاذ وقال لي أنا هوصل خلال 15 أو 20 دقيقة. ريحت شوية على الكرسي، فضلت في مكاني لمدة دقائق بتفرج على التلج وهو بينزل على العربية، لحد ما شفت في المراية اللي جنبي ضوء أصفر جاي من بعيد، بس الرؤية مكانتش واضحة قوي. لكن لما الضوء قرب اكتشفت ان هي عربية الانقاذ. بصيت للموبايل لقيت ان انا اتصلت من 4 دقايق والراجل ده جه بسرعة، واكيد انا مش هشتكي من حد ان جه بسرعة عشان ينقذني. باب العربية اتفتح واتجه الراجل ناحية عربيتي. فتحت ازاز الشباك عشان اعرف اتفاهم معاه. سألني اذا محتاج مساعدة. قلت له انا اتصلت بالطوارئ من دقائق. قال لي ما تقلقش وخليني اساعدك. لف حوالين العربية. انا افترضت ان هو بيدور على مكان يحط فيه الحبل او الخطاف، ولكن لما بصيت ورا لقيت فاتح شنطة العربية، ولما لاحظ اني ببص عليه اعتذر وقال انا اسف وقفل شنطة العربية. التصرف ده خلاني اشك في الراجل، واتصلت برقم الطوارئ ورد وقال لي انا جاي خلال دقيقتين. والراجل الغريب ده جه وقف قدام الشباك تاني وطلب مني مفاتيح العربية. قلت له بعد اذنك ثواني انا بتكلم. الراجل ما اتحركش ووقف في مكانه، وكان عاوز يعرف انا بكلم مين وبقول له ايه. وبسرعة قفلت ازاز الشباك. الراجل المختل ده بدأ يتكلم ويخبط بلهجة علوانية وبيقول لي افتح. وبعديها جه راجل كان معاه سلاح وكان بيجري على العربية، وفجأة جت عربية الإنقاذ، والرجالين هربوا بسرعة وجت بدلهم عربية الإنقاذ وساعدوني. وبكده تكون القصة بتاعتنا خلصت. لو عجبتك ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، واشوفكم في فيديو قادم، وسلام.